السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. قبل 6 سنوات تقريبا كنت فتاة عادية أملك حياة مملة. أكبر هدف في حياتي إني أتخرج من الثانوية وأبدأ في الحياة الجامعية. كنت في الصف الثاني الثانوي. باقي سنة وأتخرج إن شاء الله من الثانوية وأدخل الجامعة. في يوم حسيت ألم بسيط في قدم رجلي اليسار. حسيت إنه ألم عادي من الكعب، ممكن مع الوقت حيروح خلاص. لكن مرت الأيام الألم بدأ يشتد، صرت ما أقدر أنام، ما أقدر أتحرك، كثرة مراجعاتي للطوارئ في المستشفى، وبعد كذا تم تحويلي إلى عيادة العظام. مرت 2 سنين، طبعا فقدت فيها حماسي للحياة الجامعية. كل أمنية لي إنه أبغى أعرف أنا إيش فيها. الدكتور شخصنا بعدة تشخيصات كثيرة، منها هالة مصابة بعيب خلقي. إيش العيب الخلقي هذا اللي ما طلع إلا بعد 18 سنة؟ كملنا في المراجعات. طبعا في يوم من شدة الألم كانت ماما معايا، كنت أقول لماما: ماما الله يخليكي ابتري رجلي وريحوني من الألم، أنا تعبانة. طبعا بعد كذا طلبنا أشعات ومزيد من التحاليل. تم تشخيصي بسرطان عظام خبيث في كامل عظام ساق القدم والساق، وانتقل إلى الرئة لأنه قعد تقريبا 2 سنين كاملة. طبعا الدكتور لما جاء يقول لماما الخبر قال لها: بنتك تعبانة مرة، يمكن تلحقي عليها ويمكن ما تلحقي. ما راعى مشاعر الأم اللي مفجوعة على بنتها. تم تحويلي بشكل سريع لمدينة الرياض عشان أبدأ في العلاج الكيميائي. طبعا ما كنت أعرف أي حاجة عن العلاج الكيميائي إلا إنه يسبب سقوط في الشعر بس. بدأت في العلاج. طبعا حسيت إني أنا قاعدة أمشي في طريق مجهول ما أعرف فيه ولا شيء. سقط شعري، بدأت أفقد مناعتي، صارت حياتي عزلة قليلا. كان وضعي حرج جدا لدرجة تم تحويلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا كنت أعتقد أنه قصتي الحقيقية حتبدأ من هذه اللحظة أنه أنا أصاب بالسرطان. بس اللحظة الحقيقية كانت لما قرر الفريق الطبي ضرورة بتر ساقي عشان ينقذون حياتي، لأنه العظام الساق والقدم كلها متآكلة من الخلايا السرطانية. طبعا دخلت في اللاوعي. حسيت إنه الأرض، أنا ما قاعدة أمشي، الأرض هي اللي قاعدة تحركني، ما قاعدة أحس بنفسي. أطل في بابا قاعد يبكي، يعني أنا بابا ما عمري شفته يبكي إلا في حالات جدا صعبة. فحسيت إنه فعلا الوضع الآن فعلا خطير. في يوم قلت لبابا: بابا إيش رأيك نرجع السعودية وأسوي العملية هناك، أنا ما أبغى أسويها هنا. بابا حاول إنه يحفزني ويشجعني إني أسوي عملية البتر، بكل يعني شكر له، كان له الفضل بعد الله علي في اجتياز هذاك الوقت. رجعت السعودية. أول هدف لي كان إنه أنا أبغى أدعم مرضى السرطان نفسيا ومبتوري الأطراف. طبعا رحت لإحدى الجمعيات اللي عندنا في المدينة المنورة اللي هي يقدروا يعطوني تصريح للزيارة في المستشفى. أول ما دخلت عليها: السلام عليكم، أنا فلانة فلانية، أبغى كذا وكذا، إذا تقدري تساعديني، وهذه أوراقي وتقاريري وإثباتي. ما طلت فيني أصلا، قالت لي: أنا مشغولة الحين ما عندي لك وظيفة. أنا قلت لك أبغى أتطوع ما أبغى وظيفة. قلت لي: خلاص سجلي رقمك هنا واخرجي برا. طبعا الموقف هذا ممكن يثنيني عن الهدف اللي أنا ماشية عليه. ممكن خلاص أقول هي قالت لي كذا، خلاص خليني أجلس في البيت وأنا أعزل عن الناس وأنا أعزل عن حياتي وما أكمل اللي أنا أبغاه. بعد فترة تم تأسيس مجموعة متعافي المدينة عن طريق إحدى الإخوة المتعافين، وبدأت في الزيارات وتحقق الحلم ولله الحمد. شاركت في التوعية عن السرطان وبعض الزيارات. في يوم عمليتي كنت أعاني من صراع نفسي شديد، والإنسان هو يا يكون عائق لنفسه يا يكون محفز لنفسه ويكمل حياته بشكل طبيعي.
كنت خارجة من السكن ورايحة مع بابا عشان أسوي عملية البتر. كان يدور داخلي صراع شديد وعنيف يتمثل في الجانب الأيمن القوة والتفاؤل بالله، والجانب الأيسر بوساوس الشيطان، احذروه فإنه عدو لكم. الجانب الأيسر كان يا الله أنت صغيرة وفقدتي ساقك وأنت عمرك 18 سنة. كان يرد الجانب هذا المرض والعمليات وفقد الساق أو الابتلاء مي مخصصة لعمر معين. كان يقول بس ما تدرين يمكن تموتي وما تكملي حياتك أساساً. كنت أقول حأرجع إن شاء الله بإذن الله أكمل حياتي وأصحح كل الأخطاء اللي موجودة. كان يقول أنت هنا لحالك مع والدك، ما حد معاكي، مسكينة. كنت أقول ربنا معايا قبل ما يكون أي أحد معايا. طبعاً استمر الصراع هذا معايا كثير، وكنت أحاول إني أجتازه. قبل لا أدخل غرفة العمليات بعد ما لبست لبس العمليات قلت لهم لو سمحتوا أنا أبغى أصلي، أبغى أرتاح، لأنه كنت أحس قلبي يعورني. صليت صلاة ما عمري في حياتي صليت زيها نهائياً. دعيت دعوة واحدة بس، اللهم اربط على قلبي، اللهم اربط على قلبي، اللهم اربط على قلبي. وقتها بكيت لأني حسيت بالرحمة الإلهية اللي جاتني، حسيت بانشراح يمشي بكل جسمي. في حياتي ما حسيت هذا الشعور نهائياً، لأني دعيت الله وأنا موقنة بإجابته، ودعيت وأنا حاسة فعلاً أنه هو معايا، هو حطني في هذا الموقف، هو حيخرجني منه، والحمد لله. طبعاً شاركت في تطوعات في المسجد النبوي الشريف، ما اكتفيت أنه أنا مريضة سرطان ولا، لأني كنت أشوف نظرات لمبتوري الأطراف إنه إعاقة، والله خلاص أنت اجلسي في البيت، ليش ما أعرف إيش هو. فبدأت رحلة التطوع. أسست مع إحدى أخواتي من مبتورات الأطراف، حنان العوفي، مجموعة بالتفاؤل النحية المعنية بمبتوري الأطراف. هذه صورة مع رئيسة قسم التأهيل في مستشفى الأمير سلطان للخدمات الإنسانية. تم اختياري ولله الحمد من قبل المدينة لتجريب أو للمساعدة في تطوير إحدى الأطراف الصناعية المتطورة اللي تستخدم بدون أي جزم، الله يكرمكم. وأيضاً ولله الحمد اقتنيت طرف صناعي حديث مكنني إني ألبس الكعب وأمشي بشكل طبيعي جداً، ولله الحمد. هذه بعد شهادات الشكر لمجموعة متعافي ومجموعة بالتفاؤل نحية. وهذه المسابقة اللي أخذت فيها أفضل قصة إلهام على مستوى المدينة المنورة. هذه بعد الشهادات. طبعاً خلال علاجي في أول إصابة كنت أكتب بعض الكتابات عشان أجتاز الوقت الصعب. فمرة دخلت علي الأخصائية الاجتماعية قالت لي هلا أنت إيش قاعدة تسوي؟ فوريتها الكتابات اللي أنا قاعدة أكتبها. اقترحت علي ليش ما تجمعيها وإن شاء الله لما ترجعي بلدك بالسلامة تحطيها في كتاب. والحمد لله هذه السنة شارك كتابي في معرض الرياض للكتاب الدولي ولله الحمد، اسميته غيث هالة. بعد 3 سنوات قضيت فيها أروع أيام حياتي. جربت لذة العطاء اللي كنت محرومة منها. هذا كان خير لي عشان تتغير حياتي، أكون إنسانة معطاءة وأخدم مجتمعي. سعادتي لما أدخل على مريضة سرطان تكون تعبانة وأتكلم معها السلام عليكم، ما ترد علي من التعب، بس لما أقول لها أنا متعافية من السرطان يا الله تتغير القعدة وتبتسم ومرة تكون سعيدة. يعني أنا فرحتي تكون أضعاف الفرحة اللي هي فرحتها لما شافت إنه في شخص متعافي من السرطان جاء وزارها. تواصلت كمان مع أشخاص مصابين بنفس النوع اللي أنا مصابة فيه ساركوما وعندهم عمليات بتر، والحمد لله كنت ربي سخرني وكان هذا فضل من الله علي إني أكون جزء من حربهم في علاج السرطان. طبعاً أنا لما رجعت كان المفروض إني أكمل علاج الطبيعي على أساس إنه تقوى الجزء المتبقي من البتر. ما كنت أمشي كذا، كنت أمشي كذا.
الأخصائية العلاج الطبيعي قالت لي أنت ما تحتاجي خلاص، أنا أشوف إنك أنت كويسة، بس أنا ما كنت أشوف إنه أنا كويسة، أنا أبغى مشيتي تتحسن، أبغى أمشي مشية طبيعية. هذا الكلام ما اقتنعت فيه نهائيا. خصصت ساعة في اليوم كنت أروح فيها أمشي 40 دقيقة بالضبط، لما ولله الحمد ساهمت في إني أقوي عضلة رجلي بنفسي، وما اعتمدت على أي أحد نهائيا، ولا سمعت أساسا لكلام أي أحد. أصبت بالسرطان مرة ثانية في الرجل اليمين، كان لازم أبدأ علاج كيميائي وعلاج إشعاعي من جديد. بدأت العلاج، سقط شعري من جديد، تقريبا أخذت 8 شهور، ولله الحمد تعافيت مرة ثانية. بدأت أكمل حياتي وأكمل كتابي، وشاركت فيه ولله الحمد. في معرض الكتاب كان عندي موعد في المستشفى روتيني، موعد روتيني. قال لي الدكتور يا هالة أنت في ورم في الرئة، هذا اللي مؤشر عليه باللون الوردي، لازم نستأصله بأسرع وقت. أنا ما أشوف إنه يعني نتأخر أكثر من أسبوع أو أسبوعين. قلت له يا دكتور أنا توني خلصت علاج، هذا الورم من فين طلع؟ يعني أنا ماني عارفة، ما كنت أحس أصلا بحاجة إلا كحة خفيفة. قال لي إن شاء الله نشيلها وتصيرين بخير. سويتها قبل 3 أسابيع ولله الحمد أنا طيبة. الأمر الذي تراه يفوق طاقتك لم يضعه الله أمامك إلا وقد وضع معه القدرة على تجاوزه. لو ربي ما ابتلاني بالسرطان، لو ربي ما استرد الملك الخاص فيه هو بس، هذا مو ملكي، ما كانت غيرت حياتي، ما كان صار لي هدف في الحياة. أنا بعد ما أصبت بالسرطان عرفت أنا إيش التخصص اللي أبغاه، علم اجتماعي وخدمة اجتماعية، بس ما كان موجود عندنا في المدينة المنورة. اضطريت إني أسجل في تخصص ثاني، عشت 2 سنين وأنا أتخبط دراسيا لأنه أنا ماني حابة هذا التخصص. سحبت ملفي وسجلت في جامعة الملك فيصل تعليم عن بعد، علم اجتماعي وخدمة اجتماعية، وأنا الآن على وجه تخرج، وبحثي كان عنوانه المشاكل التي تواجه مرضى السرطان، وحصلت تقدير ممتاز ولله الحمد. أهم رسالة إنه أنت عدو نفسك، يا حتساعد نفسك وتكمل، يا أنت تضبط نفسك بنفسك. الحوار الداخلي هذا جدا مهم إننا ما نسمع له في الأشياء السلبية، في الأشياء الإيجابية لازم نكون معطائين فيه. شكرا لكم، يعطيكم العافية.